بسم الله. دلوقتي يا اخوان مع فيديو على السريع. لو جالك عطل، لو جالك تلفزيون زي دوت، لو عندك تلفزيون زي ده بيعمل نفس المشكلة، اللمبة بتنور احمر اهي، بعد ما تشغله بتنور اخضر بس مفيش اي صورة زي ما انت شايف كده، مفيش صورة خالص. دي بتبقى مشكلة في كارت الانفرتر. طبعا بيبقى الصوت طالع، بيكون الصوت طالع واللمبة منورة اكتر بس مفيش صورة. ده مشكلة في كارت الانفرتر، وده بخصوص التلفزيونات ال سي دي. تلفزيونات ال سي دي المشكلة دي بتبقى فيه، لازم تبقى عارف تلفزيونك ال سي دي ولا ال اي دي. طبعا ظهر التلفزيون بتتجه طبعا للكارت الانفرتر. طبعا كارت الانفرتر اللي انت بتعرفه بتبقى كارت طويل بالطول وهو دوت، وتلاقي واصل عليه اللمض، يبقى يعني هو كارت طويل واصل عليه اللمض. ده كارت الانفرتر عشان تبقى عارفه. بتخش عليه وتقيس المكونات وتقيس الجهد اللي داخل وتشوف المكثفات. طبعا هذا كارت الانفرتر، بتلاقي كارت كده بالطول واصل عليه اللي هو الكابلات بتاعته اهي. طبعا في محولات الترانسفورمر اهوت عشان تبقى عارفه. طبعا بص على المكثفات ده، هتلاقي المكثفات دي متنفخة اهي، شكلها باين. فمجرد ما بتغيرها التلفزيون بيظبط معاك وبيشتغل مفيهوش أدنى مشكلة. اما بتقيس الكهرباء هنا عندك على 12، بتشوف طبعا لو الكارت بتغذى ب 12 أو 24 حسب الدايرة اللي عندك. بس ادي كل الموضوع.